مطلقة وبيبقى عندها بنت جميلة اسمها إيزي، وبيظهر إن سولين بتستعد للسفر وده لأنها بتحب رحلات التخييم. وبعدها بنشوف سولين وهي بتوصل إيزي لدانيال طليقها وبتطلب منه إنه ياخد باله منها وده لأنها مسافرة. وبنعرف إن سولين عندها 40 سنة وإنها انفصلت عن دانيال بسبب خيانته ليها مع السكرتيرة بتاعته، وبيطلب منها دانيال ساعتها إنها تعيش معاه هو وإيفا مراته، فبترفض سولين وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بنشوف سولين وهي بتستعد للسفر، ولكن في الوقت ده بيجي دانيال وبيعتذر لها انه جات له سفريه مهمه تبع الشغل وانه مش هيقدر يودي ايزي للمهرجان بتاعها. فبتضطر سولين انها تلغي رحلتها وده علشان تروح مع بنتها واصحابها المهرجان. وبيوصلوا المهرجان وبتسيب ايزي والدتها وبتروح تحضر عرض موسيقي. وفي الوقت ده بتدور سولين على الحمام، ولكنها بتدخل مقطوره واحد من اعضاء الفرقه بالغلط ومش بتاخد بالها من اسم المقطوره بانها خاصه لاعضاء فرقه اوغستمون المشهوره. وبتقابل سولين هايس كامبل وبنعرف انه المغني الرئيسي مطلقة وبيبقى عندها بنت جميلة اسمها